انما الحاجات دي لازم الحكام محتاجه يعني يقظه اكتر وقرب اكتر، وانها تكون عندها تركيز اكتر. لا العاب زي دي لو النتيجه 0-0 طب وبعدين؟ الخبير التحكيمي أحمد الشناوي يثور غضبا بسبب حكم مباراة المغرب وعمان في كأس العرب، ويفجر فضيحة كبرى ستعصف بالبطولة وينتصر للمغرب. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت محبا وفخورا بالمنتخب المغربي فلا تنسى دعم المقطع بالإعجاب وعطر فمك بالصلاة على النبي الكريم. ما حدث في مباراة المغرب وعمان لم يكن مجرد قرار تحكيمي عابر يمكن تجاهله، بل كان بحسب الخبير الدولي أحمد الشناوي واقعة مثيرة للقلق، تكشف عن خلل واضح في إدارة غرفة الVAR، وتجعل الكثيرين يعيدون النظر في الطريقة التي تدار بها بعض مباريات كأس العرب هذا العام. المباراة التي جمعت بين المنتخبين حملت منذ بدايتها طابعاً نديا، إذ ظهر المغرب بثقته المعهودة بعد فوزه المستحق على جزر القمر في الجولة الأولى. أداء منظم جماعي وشخصية واضحة داخل أرض الملعب جعلت الكثيرين يضعون المنتخب المغربي ضمن أبرز المرشحين لعبور هذا الدور. لكن وسط هذا الأداء المتوازن جاءت لحظة قلبت كل شيء رأسا على عقب، لحظة طرد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، وهي اللقطة التي أثارت عاصفة من الجدل لم تتوقف حتى الآن، وأجبرت الخبير التحكيمي الشهير أحمد الشناوي على الخروج بتصريحات نارية لم يتوقع أحد أن تصدر منه بهذه الحدة. اللقطة التي صنعت العاصفة بعد تدخل مشترك بين حمد الله ولاعب المنتخب العماني، سقط الأخير على الأرض ليشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة. قرار فاجأ الجميع، اللاعبين، الجماهير، وحتى محللي القنوات التلفزيونية الذين بدت عليهم علامات الذهول. أحمد الشناوي الذي تابع اللقطة من جميع زوايا التصوير قال حرفياً إن القرار مبالغ فيه إلى حد بعيد ولا يرقى نهائياً لمستوى حالة طرد، وأضاف أن حمد الله لم يكن في أي لحظة من اللقطة متعمداً إلحاق الضرر بمنافسه. الشناوي أكد أيضاً أن ما لم يفهم هو غياب تدخل الVAR رغم وضوح تفاصيل اللقطة، فالقانون يفرض على غرفة الفيديو مراجعة مثل هذه الحالات التي تغير مجريات المباراة بالكامل. لكن الغريب أن الصمت كان سيد الموقف. وتابع الشناوي قائلاً: شد قميص اللاعب المغربي كان واضحاً، وكان يفترض أن تحتسب المخالفة لصالح المغرب وليس العكس. سقوط قدم حمد الله على وجه لاعب عمان كان نتيجة فقدان توازن لا نتيجة تهور. لماذا يستهدف التحكيم المنتخب المغربي؟ هذا السؤال بدأ يطرح نفسه بقوة منذ الساعات الأولى بعد المباراة، فهذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها المنتخب المغربي نفسه أمام قرارات مثيرة للجدل. الشناوي أشار بوضوح إلى أن تكرار الأخطاء ضد منتخب بعينه يضع علامات استفهام كبيرة حول معايير العدالة داخل البطولة، بل ذهب أبعد من ذلك حين قال إن بعض القرارات تضعف ثقة الجماهير في الحياد وتؤثر على الصورة العامة للبطولة. الجماهير المغربية بدورها لم تخف استياءها، معتبرة أن ما يحدث أصبح ظاهرة وليس مجرد أخطاء عادية تحدث في مباريات كرة القدم. قبل هذه المواجهة كان هناك إنذار واضح قبل مباراة المغرب وعمان. كان أسود الأطلس قد قدموا أداء مبهراً أمام جزر القمر، فوز مهم كشف جاهزية المنتخب المغربي للتقدم بعيداً في البطولة، سيطرة تامة، ضغط عال، تمريرات دقيقة، وفعالية هجومية كانت عنوان المباراة. هذا الفوز جعل الأنظار تتوجه للمغرب بشكل أكبر، خصوصاً بعد الحديث عن قوة مختلف فئاته السنية من المنتخب الأول إلى المنتخب المحلي مروراً بمنتخب الشباب. لكن المفارقة التي أشار إليها العديد من المحليين أن المنتخب الذي يظهر بهذه القوة يبدأ فجأة في مواجهة أخطاء تحكيمية متتالية تثير الشكوك. عودة إلى مباراة المغرب وعمان، كيف أثر القرار في اللقاء؟ بعد طرد حمد الله تغيرت المباراة جذرياً. المغرب اضطر لتغيير أسلوب لعبه والتراجع للحفاظ على التوازن، بينما استغل المنتخب العماني التفوق العددي للضغط أكثر.
ورغم ذلك أظهر المنتخب المغربي شخصية قوية وتمسك بالمباراة حتى لياليها الأخيرة، مقدما أداء دفاعيا منظما رغم الظروف الصعبة. لكن كل هذا لا يلغي حقيقة أن المباراة كانت ستسير بشكل مختلف تماما لو لم يحدث ذلك الطرد غير المبرر، وهو ما أكده الشناوي بقوة، معتبرا أن الطرد كان نقطة التحول السلبية التي أثرت على أداء المنتخب. ماذا قال أحمد الشناوي عن غرفة الVAR؟ الجزء الأهم من تصريحات الشناوي لم يكن فقط بشأن الحكم، بل بشأن غرفة الفيديو نفسها، حيث قال إن ما حدث يدعو للقلق، لأن الحالات الواضحة التي تغير نتيجة المباريات يفترض أن تكون الأولوية الأولى للVAR، وإن تجاهلها يضع شكوكا حول قدرة هذه التكنولوجيا على ضمان العدالة. وأضاف: عندما تكون اللقطة واضحة بهذا الشكل ولا تتدخل غرفة الفيديو، فهنا لا نتحدث عن خطأ فردي، بل عن منظومة تفتقر للجرأة أو للوضوح. الشناوي قال أيضاً إن الحكم كان يجب أن يستدعى على الفور لمشاهدة اللقطة بنفسه، وهو ما لم يحدث إطلاقاً. الجمهور المغربي يشتعل ووسائل الإعلام تتفاعل. وسائل إعلام عربية عديدة نقلت تصريحات الشناوي معتبرة أنها الأقوى منذ بداية البطولة. الجمهور المغربي بدوره رأى في هذه التصريحات تأكيداً لما يشعر به منذ بداية المنافسات، وهو أن المنتخب لا ينال حقه الكامل من التحكيم. وانتشرت على مواقع التواصل تحليلات كثيرة كلها تتفق تقريباً على أن ما حدث غير مفهوم ويستحق تفسيرات رسمية. في النهاية، هل تتأثر البطولة بهذه التصريحات؟ ما قاله أحمد الشناوي ليس مجرد رأي شخصي، بل هو تحذير صريح من خبير دولي له خبرة طويلة في التحكيم. تصريحات اعتبرها محللون بداية ضغط رسمي قد يدفع اللجنة المنظمة لمراجعة بعض القرارات ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء الكبرى. البطولة تحتاج للعدالة حتى تنجح، والعدالة لن تتحقق إلا بتحكيم نزيه واضح لا يترك مجالا للتشكيك. والجمهور المغربي الذي وقف خلف منتخبه في كل الظروف يستحق أن يرى مباريات تدار بمعايير عادلة، بعيداً عن القرارات العشوائية أو التقديرية المبالغ فيها. اللهم احفظ منتخبنا المغربي وأيده بالنجاح والفوز في كل مبارياته، واجعل التوفيق حليفه في كل لحظة داخل أرض الملعب وخارجها. اللهم قوي أسود الأطلس بالروح المعنوية العالية، وامنع عنهم كل سوء، وحقق لهم ما يتمنون من انتصارات ترفع راية المغرب عالياً. أصدقائي، إذا كنتم محبين للمنتخب وفخورين بأداء أسود الأطلس، لا تنسوا دعم المقطع بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد.